السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالمرة جبت لكم طريقة الحليب المكثف المحلى بمكونين 2 بس، وحبيت أعمله بفيديو لوحده كرمال ترجعوا له بأي وقت لأنه بيدخل بحلويات كتيرة. مقادير الحليب المكثف: كيلو حليب يعني بمقدار 4 كاسات، وكاسة وثلث سكر. بنزل السكر على الحليب وبنعمل له تحريكة وبناخده على النار، وبأول فترة بنضل عم نحركه لحد ما يدوب السكر. وبس غلي بضعفه وبتركه يغلي على نار هادية. وهلأ ببدأ بعير الوقت، بده 45 دقيقة على نار هادية عم يغلي لأنه فريش. أما إذا كان الحليب معلب فبيطول تقريب الساعة، وكل شوي بروح وبجي وبحركه. لاحظوا هون كيف اللون تغير وكيف الحليب بلش ينقص، وبنتركه عم يغلي على نار هادية لحد ما يوصل يغلي بهالشكل. شوفوا كيف سمك منيح. هلا هيك بنشيله على طرف، لأني إذا ضل بمكان حامي بيصير لونه غامق وبتتغير طعمته. وبأي آلة عندكن بتخفقوه أو بالخلاط بتضربوه ضربتين. وفضيته بمطربان وبتركه برا البراد لحد ما يبرد على حرارة جو المكان يعني، وبعدين بغطيه وبحطه بالبراد. طبعا لما بينحط بالبراد بيصير أسمك، وإن شاء الله صحة وهنا.